تعالى ناخده في زمن الماضي البسيط the past simple tense. التكوين هنجيب verb to be في الايه في الماضي was were plus past participle. he painted the wall. هو لون الحائط او دهن الايه الحائط. تمام. الباسف بقى المبني المجهول الجملة دي the wall was painted by him. الباسف هنا هنعمل ايه؟ هنحدد الفاعل اللي هو he ونحدد المفعول اللي هو the wall ونبدأ بالمفعول الجملة. هنقول the wall was painted by him. الفعل هنا ايه؟ was painted. طيب بص بقى ممكن نشيل by him او ممكن نسيبه، يعني مش مهم قوي ان احنا نحط by him بواسطته. تمام. طيب مثال تاني they built this bridge in 1990. دي جملة مبني المعلوم، هم بنوا الكوبري ده سنة 1990. طيب في جملة الباسف بقى هنبدأ بالمفعول اللي هو مين؟ this bridge. هنقول this bridge was built in 1990. الكوبري ده اتبنى سنة 1990. يعني مش مهم مين اللي بناه، المهم انه ايه؟ انه اتبنى. هناخد بقى تالت حاجة the passive voice in the simple future. المستقبل البسيط في تركيبة المبني للايه؟ المجهول. طيب هيتكون برضو من ايه؟ هتبقى will be plus past participle. عندنا اول مثال the teacher will correct the exams. المدرس سوف يصحح الامتحانات. ده مبني المعلوم، الفاعل هنا معلوم اللي هو the teacher، وايه المفعول اللي هو exams. طيب هنعمل ايه في الباسف؟ هنبدأ ب the exams وهنقول the exams will be corrected by the teacher. الامتحانات سوف تصحح بواسطة الايه؟ المدرس. تمام. مثال كمان someone will help you. شخص ما سوف يساعدك. تعالى بقى في الباسف هنعمل ايه؟ فين الفاعل someone وفين المفعول اللي هو you؟ هنبدأ بيو ونقول you will be helped. أنت سوف تساعد. خد بالك بقى ما قلناش by someone لأنها مش مهم، يعني حد غير معروف، عشان كده ما حطيناهاش في نهاية الايه؟ الجملة. تمام. هندخل بقى على المبني المجهول في زمن المضارع المستمر. التكوين هيكون عامل ازاي؟ هيبقى am is are plus being plus past participle of the original verb. تمام. المثال الأول the workers are fixing the road. العمال بيصلحوا الايه؟ طريق. فين الفاعل؟ the workers. وفين المفعول اللي هو the road؟ طب هبدأ به طبعا هنقول the road is being fixed by the workers. الطريق سوف يصلح بواسطة الايه؟ العمال. تمام كده. مثال كمان على الموضوع ده they are painting the house. فين الفاعل؟ they. فين المفعول؟ the house. هنبدأ ب the house. هنظبط بقى الفعل والتركيبة في زمن المضارع المستمر. هنقول the house is being painted. خدنا is طبعا عشان the house مفرد. المنزل يدهن. ماشي. ملحوظة كلمة being هي اللي بتدل على ان الزمن المستمر في التركيبة دي عشان ما تنساهاش. هناخد خامس حاجة معانا اللي هو المضارع التام the present perfect tense in the passive voice في تركيبة المبني المجهول. طيب التكوين present perfect tense اصلا الفعل شكله عامل ازاي؟ have or has plus past participle. هجيب verb to be واحطه في زمن المضارع التام واجيب بعد منه past participle of the original verb. حلو كده. هيكون has or have plus been plus past participle. ناخد مثال they have finished the work. هما انهوا العمل. الباسف هنا ايه؟ هنجيب المفعول به الاول اللي هو the work. The work has been finished. لقد تم إنهاء العمل أو أنهي العمل. طيب مثال كمان she has written 3 letters. هي كتبت 3 خطابات. هنبدأ بالمفعول اللي هو إيه؟ برافو عليك، اللي هو 3 letters. 3 letters has been written. خلاصة بسيطة كده وسريعة. هناخد الزمن والتكوينه في المبني المجهول. 5 حاجات هناخدهم دلوقتي إن شاء الله. present simple am is are plus past participle of the original verb. طيب في past simple هناخد was were plus past participle of the original verb. وكمان تالي زمن future simple will be plus past participle of the original verb. number 4 present continuous هيكون am is are plus being plus past participle.
وآخر حاجة معانا ال present perfect هتكون تركيبة has or have plus been plus past participle. تمام يا أبطال، دلوقتي بعد ما فهمنا الفرق ما بين الأكتف والباسيف، وهنا جينا بقى لنهاية حلقتنا. حلقة ممتعة وجميلة وشيقة وسهلة في نفس الوقت. لو ركزت فيها من أولها لآخرها هتعرف تعمل أي جملة إن شاء الله في الباسيف. الباسيف يا جماعة سهل، مفيش مشكلة فيه خالص. وجينا بقى لوقت التحدي، شوية أسئلة كده إن شاء الله هتحلهم في الكومنت وتختبر نفسك هل أنت فهمت درس النهاردة أو لأ. حول الجمل دي من active إلى passive. Number 1. The students write the answers. Number 2. They built a new bridge last year. Number 3. She's baking a cake now. Number 4. They have cleaned the classroom. Number 5. The company will announce the results tomorrow. وبكده خلصنا درسنا النهاردة. لو عجبك الفيديو إن شاء الله اعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو لأصحابك علشان يستفيدوا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.